عارف الاحساس انك لما تبقى عارف ان وراك حاجه مهمه تعملها، مذاكره، شغل، رياضه، بس تقول هعملها بكره او لما اروق شويه، وتكتشف ان بقالك اسابيع بتقول نفس الكلام. ايوه، ده اسمه التسويف، المرض اللي بيضيع حياتنا واحده واحده من غير ما نحس. المشكله ان التسويف مش مجرد عاده وحشه، لا، ده سلاح بيقتل احلامنا وبيخلينا نفضل محلك سر. كلنا بنسوف، انا وانت، وكل واحد فينا عنده قصه مع التسويف. بس يا ترى ليه بنعمل كده؟ ايه السبب؟ والاهم، هل في علاج؟ النهارده هتكلم معاكم عن التسويف من كل زاويه، هنفكك الموضوع ونلاقي حل ليه. خلينا نبدا مع بعض، ويا ريت ما تسوفش وتطلع من الفيديو قبل ما تخلصه، وتعملها لايك واشتراك في القناه. قبل ما ابدا في الاسباب والعلاج، خليني اقول لك حاجه. التسويف مش ضعف منك ولا كسل زي ما الناس فاكره. التسويف له اسباب عمليه ونفسيه، وغالبا هو طريقه دفاعيه من العقل عشان يتجنب الضغط والتوتر. بس المشكله انه بيعمل العكس، بيسبب لنا ندم وضغط اكبر، وبالنهايه ضياع فرص ووقت مش هيرجع. دلوقتي خلينا نتكلم في الموضوع واحده واحده. خلينا نعرف الاول ايه هو التسويف. التسويف تاجيل كل حاجه محتاج تعملها دلوقتي لوقت تاني. ساعات بتقول بكره هعملها، ساعات تانيه بتقول لما يبقى عندي وقت او لما الظروف تكون افضل. بس الحقيقه الوقت ده مش هيجي. التسويف بيخليك تحط كل حاجه على جنب، وتخلي الامور تتراكم عليك لحد ما تشوف نفسك محاط بالمشاكل والمهام لدرجه انك مش قادر تتحرك اصلا. النقطه الاولى، اسباب التسويف. قبل ما نحارب التسويف لازم نعرف عدونا الاول. الاسباب ليه بنسوف اصلا؟ اول حاجه، الخوف من الفشل. اكبر سبب للتسويف هو الخوف، مش الخوف من القيام بالمهمه نفسها، ولكن الخوف من الفشل. دايما في ورا دماغنا فكره انك لو فشلت هيحصل ايه، او لو الناس شايفيني وانا مش قادر اكمل. بدل ما نواجه خوفنا ده بنفضل ناجل. مثال، زي لما تيجي تكتب مشروع او مقال وتقول مش عايز ابدا دلوقتي عشان مش هينجح، وتفضل تماطل لحد ما الوقت يضيع. تاني حاجه، الملل او عدم الحماس. لو الحاجه اللي وراك مش ممتعه، طبيعي انك هتحس انها عبء عليك وتقعد تاجلها. مثلا لو عندك حاجه تذاكرها وهواك في فيلم او خروجه، هتروح لمين؟ تالت حاجه، الضغط النفسي. لما المهمه تكون كبيره او صعبه بتحس انك مش قادر تواجهها، فتاجل وتقول هبدا لما ابقى جاهز، بس عمرك ما بتكون جاهز. رابع حاجه، التشتت. السوشيال ميديا والانترنت والضوضاء الاجتماعيه كلها حاجات بتخلينا نفصل عن الشغل او مهمات الحياه. بدل ما نركز بنغرق في تفاصيل تافهه. مثال، لو قعدت على الموبايل وفتحت الانستجرام او الفيسبوك، هتلاقي نفسك راحت منك ساعتين من غير ما تحس. السوشيال ميديا، اليوتيوب، الفيسبوك، التيك توك، بنعيش في عصر كله تلاهي بتخليك تتوه وتنسى اللي وراك. طب ايه اللي بيحصل لما نسوف ونأجل؟ خليني اقول لك. اول حاجه، تضييع الوقت والعمر. كل يوم بتأجله هو يوم راح من حياتك، واليوم ده مش هيتعوض. تاني حاجه، الشعور بالذنب. كل ما تسوف اكتر تحس انك فاشل اكتر، ده غير الاحساس بالضغط والقلق. تالت حاجه، فقدان الفرص. في فرص بتظهر مره واحده بس، لو ضيعتها ما تعرفش هترجع ولا لا. نيجي بقى لاهم جزء، ازاي تتخلص من التسويف وتكسر الدايره دي. اول حاجه، قسم المهمه لاجزاء صغيره. لو عندك حاجه كبيره تعملها، قسمها لاجزاء صغيره، هتحس انك قادر تبدا بدل ما تبقى مرعوب من حجمها. تاني حاجه، استخدم قاعده الخمس دقائق. قول لنفسك انا هعمل المهمه دي ل5 دقائق بس، لو بدات غالبا هتكمل. تالت حاجه، حط جدول يومي وحدد اولوياتك. اكتب كل اللي وراك وابدا بالاهم فالمهم، هتلاقي نفسك ماشي بنظام. رابع حاجه، التخلص من المشتتات. اقفل موبايلك، ابعد عن السوشيال ميديا، وخصص وقت للمهمه وبس. خامس حاجه، فكر في العواقب. اسال نفسك لو فضلت اسوف كده ايه اللي هيحصل؟ التفكير في النتائج هيحفزك تشتغل. سادس حاجه، كافئ نفسك بعد الانجاز. لما تخلص اللي وراك كافئ نفسك بحاجه بتحبها، ده هيربط الانجاز بالسعاده. وفي النهايه عايز اقول لك ان التسويف مرض خطير بيسرق احلامك، وكل لحظه بتضيع مش هترجع. حياتك هي مجموع وقتك واختياراتك، فاختار تبدا النهارده مش بكره. مفيش وقت مثالي، مفيش ظروف هتكون احسن من دلوقتي. فاكر في الاول لما قلت لك ما تسوفش تخرج من الفيديو؟ لو لسه مكمل معايا فدي اول خطوه انك بدات تواجه التسويف. نصيحتي ليك، اشتغل على نفسك ونظم وقتك، وما تستناش اللحظه المثاليه، لان اللحظه دي دلوقتي. وما تنساش بقى تعمل لنا اشتراك في القناه وتعمل لنا لايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.